حققت إسبانيا كأس أوروبا على حساب إنجلترا. المنتخب الإسباني بادر بالهجوم منذ بداية اللقاء إلى أن سجل ويليامز في أولى دقائق الشوط الثاني، حيث استمر المنتخب الإسباني تنشيطه الهجومي بقية الشوط، إلا أن منتخب إنجلترا أدرك التعادل بعد هجوم عكسي وتسديدة رائعة من بالمر سكنت الشباك. لم يستسلم الإسبان وأكملوا هجومهم، وبتمريرة من كوكوريا سجلها البديل أويرزابال لترفع إسبانيا كأس أوروبا لثالث مرة في تاريخها، وتستمر خيبة الإنجليز في النهائيات. بينما في الجهة المقابلة من كوبا أمريكا تمكن رفقاء ليو ميسي من الظفر بالكوبا ضد كولومبيا. الكافيتيريوس كانوا مبادرين بشكل جيد في هذا النهائي، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي. مباراة كانت عنيفة جدا، ومنتخب كولومبيا قدم كل شيء في هذه المباراة، لكن الجرينتا التي يمتلكها منتخب الأرجنتين صنعت الفارق، والبديل لوتارو حسم المباراة بهدف وحيد لتتوج الأرجنتين بثالث لقب لها خلال 3 سنوات فقط.